سيد عبد الحفيظ لما يطلع في برنامج الناس كلها بتقعد وتسمع هو بيقول ايه. عاوز اسمع معاكم دقيقة ونص مع سيد عبد الحفيظ كان بيقول تاريخ الأندية اللي كسبت أبطال أفريقيا من وقت ما أنشئت لغاية سنة 2024. خليكم معايا. بطولة أفريقية يعني اتعملت سنة كام؟ 64. من 64 ل 80 تقريبا غانا وكانيا ويندي على هارتسفوك بيوصلوا للنهائي على الانجلبير. كان في فرقة اسمها هافيا كوناكري. هافيا كوناكري دي في 6 سنين وصلت نهائي 5 مرات. 6 سنين. كان بطل غينيا هتبقى دلوقتي متاريخ شويه من 72 و75 و76 و77 و78 خدت البطوله 3 مرات. حلو. من 80 لحد دلوقتي تقريبا معظم البلاد العربيه معظم الانديه العربيه. لو اديني نص دقيقه هشرحهم لك عشان انا عايز ادي مدلول تاني. 80 كان يودي، 81 شبيبه القبائل، 82 الاهلي، 83 كتوب، 84 زمالك، 85 الجيش الملكي، 86 زمالك، 87 اهلي، 88 وفاء سطيف، 89 الرجاء، 90 شبيبه القبائل، 91 الافريقي التونسي، 2 الوداد المغربي، 93 زمالك، 94 ترجي، 95 اورلاندو، 96 زمالك، 97 رجاء، 98 اسك، 99 رجاء، 2000 هارتسفوك، 2001 اهلي، 2002 زمالك، 2003 انيمبا، 2004 انيمبا، 2005 الاهلي، 6 الاهلي، 7 النجم الساحلي، 8 الاهلي، 9 مازيمبي، 10 مازيمبي، 11 الترجي، 12 الاهلي، 13 الاهلي، 14 وفاء سطيف، 15 مازيمبي، 16 سان داونز، 17 وداد، 18 ترجي، 19 ترجي، 20 الاهلي، 21 الاهلي، 22 وداد، 23 الاهلي، 24 الاهلي. اللي عايز اقوله بسم الله ما شاء الله على سيد عبد الحفيظ، الله أكبر. إذا كنت طلعت قبل كده على المواجهة اللي كانت ما بين عدلي القيعي، الباشمهندس عدلي القيعي مع حفظ الألقاب، والكابتن ميدو، فدلوقتي في مواجهة ما بين أحمد عفيفي وسيد عبد الحفيظ. أقسم بالله العظيم أنا ما أقدر أحفظ أسامي الأندية اللي قالها الكابتن سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ قاعد والله العظيم لا ورقة ولا قلم ولا في حاجة قدامه، كل الكلام اللي قاله من دماغه حفظه. زي ما كان بيتكلم على دوري 21-22 بأسامي المباريات اللي اتلعبت للأهلي المؤجلة والزمالك المؤجلة بالمواعيد والتواريخ بتاعتها وإيه اللي حصل فيها. بسم الله ما شاء الله على سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ، بسم الله ما شاء الله عليه، الله أكبر. دماغ حضرة، دماغ حضرة والله العظيم. يعني ربنا يحفظه. زي ما أنا علقت على لقاء الباشمهندس عدلي القيعي وكابتن ميدو وقلت له هتروح فين بكرتونتك وسط الشنط يا كابتن ميدو، أحمد عفيفي هقول له الناس اللي هي فاكرة فيلم عنتر بن شداد لما بني عبس قالوا له في واحد اسمه عروة قاطع طريق ما مخليش قافلة لينا تعدي ومخسرنا، قال لهم أنا هطلع أجيبه لكم مكتف. فلما طلع راح وحربه وجابه مكتف هو وبقيت عصابته. فبيقول لهم ايه، لو عايزين تغلبوني هاتولي 1000 عروة من عراويكم. فمعلش لغاية هنا، والأهلي كبير مش هتكلم تاني. أما بقى للهيروغليفي اللي كان رابطة الأندية والاتحاد المصري اللي اسمها اللائحة اللي بعتوها للأندية، الحمد لله يعني فكوا الرموز بتاعتها، مش رموز حجر رشيد، لا، رموز اللائحة بتاعت الأندية اللي اتبعتت أول الموسم اتحلت الحمد لله. عرفنا إن الفرقة دي على مستوى الأندية كلها، إن الفرقة اللي تنسحب في مباراة ليها
تعتبر مغلوبة 2-0 ويخصم منها 3 نقاط آخر الموسم. ده اللي احنا عرفناه بعد أزمة ومشكلة الزمالك اللي حصلت، ان هو بيقول لك ان انا مش هلعب المباراة. طلع التفسير بتاعها من رابطة الأندية والاتحاد المصري ان المباراة اللي مش هتتلعب والفرقة اللي هتنسحب هتتغلب تعتبر مغلوبة 2-0 ويتخصم منها 3 نقاط آخر الموسم. ده الجديد، ده بقى الهيروغليفي اللي اتحل وتفكت رموزه وابتدى يتضح للناس ايه اللي بيحصل. طب يا عم العقوبة اللي احنا كنا سامعين عنها ان هو لو انت ما لعبتش المباراة وانسحبت وتنزل درجة اولى، قال لك لا، ده لو انت مش هتلعب الدور بالكامل، يعني دور بالكامل سواء لعبت الدور الاول ومش هتلعب الدور الثاني فانت تنزل درجة اولى. الامور ابتدت تتضح، يعني الشفرات خلاص ابتدت تتحل، الهيروغليفي اتفك، رموزه اتفكت، عرفنا دلوقتي اللائحة ماشية رايحة فين ورايحة لمين والمصلحة مين. خلاص كده اتضحت الامور، وده على كل الانديه، يعني مش على الزمالك بس، لا ده على كل الانديه. يعني بسم الله ما شاء الله خلاص اتفكت الرموز بتاعتها واتعرفت الشفره واتعرفت العقوبات ومين اللي ياخد عقوبه ومين اللي ما ياخدش، والدنيا ماشيه 100 فل و14. عمنا كولر او جدنا كولر قعد مع اللعيبه في اجتماع خاص، قال لهم مرحله الاستهتار اللي انتوا لعبتوا بيها المباراه اللي فاتت، الشوط الاول كنتوا بتلعبوا باستهتار. انا بحذر المباريات اللي جايه ابتداء من المباراه اللي جايه، لو في حد هيستهتر وهيبقى فيه استهتار مش هيكون موجود معايا. دي البدايه. فطبعا القعده كان فيها شده شويه ان امور الاستهتار زادت عن حدها. فطبعا احمد عبد القادر بيقول له يا كابتن انا بعتذر وبتاسف على الفرصه بتاعتي. قال له بلاش انت تتكلم، علشان انت في فرصه في نهايه الشوط الثاني انت ومعك 3 لعيبه انفراد، لو بصيت الكرة دي كانت جون، الجمهور كله زعلان منك وانا زعلان منك، فما بلاش انت تتكلم. قال له معلش يا كابتن انا بتأسف وبتأسف للجمهور وحقوقه عليا. فطبعا الجد كولر كان على عيد الاضحى كان ذبح خروف، فكان شايل اللحمه بتاعته في الثلاجه، فكان كل ما واحد يعني الامور تمشي معاه كده كويسه يروح ساحب له كيلو لحمه ويروح مديهوله. فطبعا بعد الكلام بتاع محمد عبد القادر راح الطالب المساعد بتاعه نده عليه قال له هات لي كيلو لحمه من عندك من الثلاجه. جاب له كيلو لحمه وراح مديهوله، قال له خد دي العيديه بتاعتك عشان انتوا ما عيدتوش، انتوا عيدتوا على الشعب بس، الشعب الاهلاوي عيدتوا عليه بفوزكم في المباراه، انما انتوا ما عيدتوش، دي عيدتك، يلا يا محمد. فده كان الحوار اللي دار بينه ما بين اللعيبه، بس طبعا موضوع اللحمه ده هزار يعني. وقال لهم ما تحطوش في دماغكم قصه ان الزمالك ينسحب او لا، انت هتتدرب يوم المباراه، انا مش هعمل تمرينات ولا تدريبات، اعفاء اليوم اللي قبل المباراه، يوم المباراه هيبقى فيه تدريب قبل المباراه وهتنزلوا المباراه تلعبوها، هتبقوا موجودين في الملعب سواء الزمالك جه او ما جاش كان بها، وهتبقى في راحه بعديها وتستعدوا للمباريات اللي جايه. لا جه انتوا هتلعبوا المباراه، والمباراه دي لازمه ان انتوا تفوزوا، لازمه فوز. ده الكلام اللي حصل منه. اما بقى على قصه الزمالك لو ما جاش المباراه،
لو ما جاش المباراة أنا شايف إن الدنيا هتتأزم مع الزمالك. يعني أنا شايف الدنيا هتتأزم مع الزمالك. يعني هتبقى هزيمة، هيخسر 3 نقط وهيتخصم منه 3 نقط، ولسه عنده مباريات هيلعبها الله أعلم النتائج بتاعتها إيه. واحتمال كبير على طريقة الكلام واللي حصلان إن طبعا مباراة بيراميدز ده أكيد ومليون المية الزمالك هيسيبها البيراميدز، فكده هيخسر مباراة بيراميدز. بس ما عارفينش طبعا إيه مباريات تاني جاية ممكن الزمالك يخسرها. فلو حسبنا الحسبة بتاعته هو كام يا أحمد؟ 34 نقطة في المركز التاسع. أقرب حد ليه من تحت لفوق بلدية المحلة كام؟ 22 نقطة. طيب تمام، يعني الزمالك لو خسر له 3 مباريات ممكن يسارع على الهبوط، ممكن يسارع على الهبوط، ودي مشكلة بالنسبة للزمالك. بس هنشوف الأيام اللي جاية وهتطلع لنا اللي فيها وهنشوف. السلام عليكم.